حسام حسن وجهازه الفني. انا قلت من الاول هو ده منتخبنا الوطني، هو ده الاداء اللي احنا عايزينه. رجاله يا جدعان، 18 كيلو مندي ينزلوا النهارده للشناوي، اسطوره يا ابني والله. ايه الحلاوه دي؟ شوط كامل احنا يعني الشناوي شايل المنتخب، والدفاع ما فيش غلطه النهارده. وطبعا محمد صلاح اسطوره يا جدعان، اسطوره والله ما هتتكرر ما شاء الله. وباذن الله استغفر الله العظيم مش عايز احلف بس كده، ان شاء الله يعني اسطوره الله اكبر عليه. عيني عليك بارده يا ابني. بقول لكم ايه، المنتخب كله معزوم على حسابي اول ما ترجعوا في حواوشي الربيع. كل واحد ورقتين كبده ورقتين صدق ورغيفين حواوشي. لكن معلش هنزود للاسطوره محمد صلاح رغيفين كمان والمرموش. ولادنا شغالين يا سلوت، ولادنا شغالين يا الجوارديولا، عشان العيال بس تنزل وتقول اصل محمد صلاح الله اكبر عليه. كل لعيب على حسابي. بالنسبه للكابتن حسام حسن معلش ما يعني حضرتك تطلب، اخاف اقول لك حضرتك تطلب ايه تقول لي انت مالك، بس حضرتك تطلب اللي انت عايزه من غير ما ترجع لحد. الله اكبر. وبالنسبه للاعيبه جنوب افريقيا، انت بتجيب محمد صلاح من عينيه يالا، انت عارف ده بكام يالا؟ بتجيبه من عينيه. يعني يبقى عندنا يعني لعيب عينه طايره. نسمع عن لعيب مثلا جاله مش عارف ايه في الركبه، لعيب انصاب فجاله شرخ في رجليه في قصبه رجله، لكن لعيب عينيه طايره ليه يالا؟ مقلوب بنقله سن ورمله، ده ماتش كوره. وبالنسبه بقى لجماهير المغرب، بجد يا جماعه شكرا لحسن الاستقبال.